مساء الخير. النهارده معاكم حلقه جديده من سلسله حلقات انواع الشركات. النهارده هنتكلم عن نوعين من انواع الشركات الاشخاص، شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه. والنوعين دولت من الشركات بيتفقوا كتير جدا من النقط، وفي نقط تانية بيختلفوا فيها. هنتكلم الاول عن النقط اللي هما بيتفقوا فيها. بتتكون من شخصين او اكتر، واسم الشركه بيكون مستمد من اسم احد الشركاء ويكون جنبيه وشركاء. بمعنى لو في شركه بتتكون من احمد ومحمد وحسين، فيبقى اسم الشركه محمد وشركاء. بيتم محاسبة ضرائب كل شخص على حسب حصته في الشركة. ما ينفعش يتم إصدار صكوك قبل التداول لحصص الشركة. ما ينفعش يتباع حصص الشركة بره الشركة، ولو حصل بيتم بعد موافقة جميع الشركاء. بتنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة، إلا إذا تم الاتفاق على غير كده في العقد. أما الاختلافات بقى، فشركة التضامن كل شركائها متضامنين في الإدارة، وفي تحمل مسؤولية، وفي تحمل الديون بتاعت الشركة. لو حصلت ديون على الشركة بيتم الاحتجاز على أموال الشركة وعلى أموالهم الشخصية. أما الشركة التوصية البسيطة فهي بتتكون من شركاء متضامنين زي ما قلنا في شركة التضامن، وشركاء موصيين. فشركاء الموصيين ملهمش حق في الإدارة، وكل مسؤولية في حدود رأس مالهم. ولو حصل ديون بيتم الاحتجاز على نصيبهم اللي في الشركة، وما يتمش الاحتجاز على اموالهم الشخصيه. وعشان تعرفوا باقي انواع الشركات استنونا في الحلقات الجايه.